حبايبنا ايه الاخبار؟ انا قاعد جوه عربيه يا جماعه من العربيات اللي قلبت الدنيا، كنت بجربها دلوقتي على التراك. العربيه الكايي الاكس 3 برو. العربيه دي اهي، انا بس قاعد جواها عشان انا عايز اوريكم الدنيا فيها ايه. انا مش عارف يا جدعان هي العربيه دي ازاي متسعره كده. العربيه فيها شاشه، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو بيلت ان، شاشه طبعا كبيره وعدادات ديجيتال، وفيها مثبت سرعه وتحكم طاره، وفيها شيفت باي واير، فتيس شيفت باي واير، والفتيس طبعا سي في تي. العربيه جايه بموتور 1500 سي سي تربو سي في تي، مع الهاند بريك الكهرباء والاوتو هولد وشويه تاتشات وشاحن وايرلس. ايه ده؟ شاحن وايرلس وخامات جلد في كل حته، جلد جلد جلد. الفرش ده جلد، الكرسي ده كهرباء. بصوا البانوراما قد ايه يا عيني، وتكييف خلفي للركاب اللي قاعدين ورا، واضاءات الصالون من ال دي. انا مش فاهم هي ناقصه ايه. 4 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي وتراكشن كنترول. وشكل العربيه من بره تحفه، شكل العربيه ومنظرها من بره من قدام ومن ورا تحفه. العربيه دي قلبت الدنيا بصراحه، ناس كتير بتسال عليها. مريحه جدا، فرش الجلد اللي انا قاعد عليه حلو قوي. عربيه يا جماعه سعرها 860 الف جنيه. عربيه اقتصاديه دي اعلى فئه، في فئه اقل 860 الف جنيه بضمان مليون كيلو او 10 سنين، وباول نظام يعملوا توكيل في مصر في الصيانات. صيانه انت هتدفعها وصيانه عليهم، يعني صيانه عليك تدفعها واللي بعدها عليهم، وبعد كده عليك وبعدها عليهم. جميله بصراحه وسعرها حلو. بصراحه العربيه دي حلوه، معموله حلو. وكيلها كاي موتورز ايجيبت مكمل معانا، وهيجمع دي تجميع محلي في مصانعه في مصر هنا. شغل عالي يا نجم.